قبل ما ابدا الفيلم حابب اقول لك وحشتنا صديقي، جهز بقى جنبك علبه مناديل. انا اسف هتعيط كتير لان القصه حزينه حبتين، حاجه جنونيه بجد خرافيه، حاله من الدراما والاثاره التركيه التي لم ولن تراها الا عند الصعيد ابن السوهجيه. كل اللي عليك في البدايه العاديه تصبر عليا علشان تستمتع بالقصه الخرافيه، والان اربط الاحزمه مستعد للفيلم. وبيبدأ الفيلم في أمريكا سنة 2004. البنت دي بتكون قاعدة قدام المراية وفاتحة التلفزيون على قناة أخبار تركية. رئيس مجلس الشعب بيقول إحنا بقالنا زمن بنتناقش في موضوع الحكم بالإعدام على المذنبين، وخلاص خدنا القرار من النهاردة، مفيش حاجة اسمها إعدام تاني. الخبر ده بيسمع في ودانها وبيفكرها بأصعب أيام حياتها، وبالتحديد أما الظابط اداها العلبة اللي بتخرجها دي. ولكن علشان ما نتوهش من بعض خليني أحكي لك اللي حصل من البداية يا صديقي. اما كانت طفله بريئه نسيت اقول لك اسمها اوفا، من اجمل الاطفال في الفصل. ياسمين كانت بتحبها قوي لانها كانت شاطره وعلى القلب خفيفه. المهم اوفا بتخلص مدرسه وباباها بره بيكون مستنيها. ايوه هو ده باباها صديقي محمد، ودلعه ميمو، راجل كامل بس للاسف لسه سنه متاخر، يعني عقله عقل طفل 10 سنين، ولكن حبه لاوفا ملهوش مثيل. بياخدها في حضنه وبيقول لها تعالي احكي لي يومك كان عامل ازاي النهارده. من بتطلع بيشاور لها وبياخد اوفا وبيمشي. بتقول له انت مش هتجيب لي الشنطه اللي نفسي فيها؟ بيقول لها الشنطه الحمراء، يلا بينا بقى علشان نجيبها. وفعلا بيروحوا عند عم عثمان بتاع المكتبه، واوفا بتقف قدام الشنطه اللي هتموت عليها. بيقول له بكام دي يا عم عثمان؟ بيقول له دي ب 400 يا ميمو. بيقول له لا دي غاليه قوي، جدتي هتزعل لو اشتريتها بالفلوس دي كلها، يلا بينا من هنا يا اوفا. بياخدها ويمشي. بتقول له احسن انك ما اشتريتهاش، الشنطه غاليه قوي. بيقول لها لما اعمل تفاح وابيعه هاجي هنا وهشتريها لك على طول. بيرجعوا على البيت وميمو بيخرج يراعي الخرفان. بيقول له واحد فيهم لا رضا اللي بتعمله ده غلط، وربنا لو عملتها تاني لازعل منك، بجد عيب مش كده يا جدع. اوفا بتكون مع جدتها وبتقول لها يا جدته هو بابا مجنون؟ بتقول لها عيب يا بنت غلط الكلام ده، ابوكي سيد العاقلين. بتقول لها ده مش كلامي، كل زمايلي في المدرسه بيقولوا لي ابوكي اهبل. بتقول لها ما تخليش حد تاني يقول على ابوكي اهبل، وان حد قال لك تاني قولي لهم هقول لجدتي وهتروح لاهاليكم. بتقول لها طيب ليه بابا مش زي الابهات التانيه؟ بتقول لها باباكي احسن اب في الدنيا دي كلها، وبلاش المقارنه مع حد تاني. وبعدين يا ست انا هقول لك اللي في باباكي بالظبط، باباكي راجل زيه زي اي راجل وخلفك، بس يعتبر سنه قد سنك، مش دايما بيحب يتكلم معاكي وبيحب يلعب معاكي، يعني باباكي وصاحبك في نفس الوقت. بتقول لها انا بحبه قوي يا جدته. على بالليل الثلاثه بيقعدوا سوا وميمو بيقول لها وبعدين؟ بتقول له بس ده كل اللي حصل، في واحده صاحبتي ما جاتش النهارده المدرسه لان باباها اتجوز لان مراته ميته. هو انت ليه يا بابا ما اتجوزتش بعد ما ماما ماتت؟ بيقول لها انا مش عايز غيرك انت وجدتي بس في حياتي، ومفيش واحده هتعوض مكان مامتك. بتقول له بس انا كده ماليش حد في الدنيا غيرك انت وجدته، هو انت ممكن تموت وتسيبني زي ما ماما سابتني؟ بيقول لها لا لا ده انا مستحيل اسيبك، انا هفضل معاكي وربنا هيديني الصحه وطولة العمر علشان افضل معاه. اوفا حبيبتي. جدته بتبص عليهم وبتكون خايفه عليهم خوف البرد. تاني يوم جدته بتعمل له التفاحات دول او بتقول لها تعالي يا اوفا باباكي هيبيع دول وهيجيب لك الشنطه اللي انت عايزاها. بتفرح قوي وبتاخد باباها بالحضن. وفعلا محمد بياخدها وبياخد التفاح وبيوصلها الحفله اللي بيكون حاضر فيها ضباط شرطه والاطفال قدامهم بيعملوا عرض. محمد بيبيع التفاح كله واوفا بتكون في العرض. بيقول لها انا بعت التفاح كله يا اوفا وهجيب لك الشنطه اللي انت عايزاها، ولكن العسكري ده بيرجعه لورا، وفي نفس الوقت العسكري ده بيغفل الكل وبياخد بعضه وبيهرب باسلحته بكل حاجته من المكان على الغابه. في الوقت ده العرض بيخلص وميمو بياخد اوفا وجري على مكتبه عم عثمان. بيخش جوه بيلاقوا عثمان باع الشنطه لمين؟ لبنت القائد الاعلى صديقي. ميمو بيقول له ايه ده؟ دي شنطه اوفا. القائد بيقول له عثمان انت بايع الشنطه دي لحد غيري؟ بيقول له لا يا ست القائد، ده كان عايزها لبنته من فتره كبيره. بيقول له انا جمعت لك الفلوس اهي، خد الفلوس كلها. اوفا بتقول له علشان خاطر احنا بقالنا فتره بنجمع الفلوس. ميمو بيقول له اهي الفلوس. القائد بيقول لبنته يلا بينا من هنا. ميمو بياخد الفلوس، هو بيقول له استنى يا جدع انت، خد الفلوس كلها اهي وهات الشنطه دي بتاعت اوفا، هاتوا شنطه بنتي. بيشد الشنطه ولكن القائد بكف ايديه بيجيبه على الارض. اوفا بتروح جري عليه وبتاخده بالحضن. القائد بيقول له ازاي جات لك الجرأه تلمس بنت القائد الاعلى حقير؟ خلاص يا ابني ما تحبسوش، يلا بينا من هنا. ميمو بياخد اوفا وبيرجع على البيت وجدته بتقول له جدع بعت التفاح كله، امال فين الشنطه؟ اوفا بتقول لها واحد غني اشتراها لبنته. بتقول لها طيب خلاص يا حبيبتي هنجيب لك واحده غيرها، مش لازم دي يعني. بتقول لها انا مش زعلانه على الشنطه، زعلانه لان الراجل ده ضرب ابويا. هو بيخش جوه بيكون في منتهى الحزن. محمد ما بيكونش على بعضه وجدته بتقول له اهدى يا ابني مالك؟ بيقول لها اوفا هتضحك امتى تاني يا جدتي؟ انا مش قادر اشوفها وهي زعلانه. بتاخده بالحضن وبتقول له هي مش زعلانه على الشنطه، هي زعلانه عليك انت
اضحك وهي هتضحك على طول. اضحك يا ابيض قلب شفته في حياتي. يلا بقى روح شوف الغنمات واطمن على رضا صاحبك. بيقول لها خلصانه. وفعلا بيروح يراعي الغنمات، والقائد بيكون جايب عيلته كلها على البحيره. طبعا بيكونوا حواليه رجالته حامينه، وبنته بتروح تلعب مع اطفال المنطقه. ومن بيحضر في المكان بالغنمات هو ميمو صديقي. عيال المنطقه بمجرد ما بيشوفوه بيروحوا جري عليه وبيقولوا له ايه عبيطه اهو. بيضحك وبيفضل يلعب معاهم. بنت القائد بتقول له واحد من الاطفال مين ده وليه كلكم جريتوا عليه اول ما شفتوه؟ بيقول لها ده ميمو كلنا بنحبه. العيال بيسووا محمد وبيمشوا، ومحمد بمجرد ما بيشوف شنطه بنت القائد بيقول لها دي زي شنطه بنتي بس في واحد اشتراها لبنته. بتقول له عايز واحده زيها؟ بيقول لها يا ريت. بتقول له تعالى ورايا. بيروح وراها وبتفضل تجري لحد ما بتطلع على الجبل ده. بيقول لها استني. بتقول له ما تخافش تعالى. بيقول لها لا تعالى انت انا خلاص مش عايز حاجه. بتقول له انت جبان قوي، وهاب بتطيح بتقع لتحت دماغها، بتنزل على الصخره وبتنزل في الميه. ميمو بيكون في منتهى الصدمه، ومرات القائد بتحضر الاكل ولكن ما بتلاقيش بنتهم حواليها. بتقول للقائد البنت فين؟ بيقول لها هي مش جنبك. بتقول له لا يا ادم مش جنبي، روح شوفها فين بسرعه. بيطفي السيجاره وبيروح يدور عليها. في نفس الوقت ميمو بيكون طلع البنت من الميه. هو بيقول لها انت بتنامي بدري قوي كده ليه؟ قومي علشان تنامي بالليل وتروحي المدرسه الصبح بالشنطه الحلوه. طب خلاص نامي. القائد برجالته بيجوا جري عليه وبياخدوا منه البنت اللي بتكون خلاص ماتت يا صديقي. مامتها بتفضل تصوت، والقائد بيقول له بتقتل طفل علشان شنطه؟ سيبوني هشرب من دمه. القائد بيرفع سلاحه ولكن رجالته بيبعدوها عنه، بياخدوها على الحجز وطبعا بيعملوا معاه الواجب يا صديقي. بيقول لهم انا عايز اروح لجدتي، زمانها قلقانه على الغنمات وعليا. جدته بتجيب قفه وبتحضر بره وبيفضلوا يسالوا عليه. في الوقت ده الظابط اللي بيحقق معاه بيقول له ابصم هنا يالا. بيقول له انا ما عملتش حاجه، هي اللي كانت ماشيه وكان معاها الشنطه الحلوه. بيبصموا على ورقه الاعترافات بقتل البنت بالعافيه، والقائد بره بيكون في منتهى الغضب. الظابط بيطلع له وبيقول له انا بصمته على اعتراف اهو، اقل حاجه هياخدها اعدام. بيسيبه وبيخش له جوه، ومن غير ما تشوف انت عارف بيعمل فيه ايه يا صديقي، لحد تاني يوم الصبح نازل ضرب فيه، وجدته وبنته بره مستنينه. الظابط بيخرج وفاطمه بتروح له جاري، بتقول له حفيدي جوه يا ابني انا عايز اشوفه. بيقول لها هو الواد المجنون ده حفيدك؟ بتقول له ايوه هو. بيقول لها لا انسي انك تشوفيه خالص. بتقول له ليه يا ابني عمل ايه لا سمح الله؟ ده غلبان ومالوش في اي حاجه. بيقول لها غلبان؟ ده انت اللي غلبانه، ده قتل طفله ومش اي طفله، بنت القائد الاعلى. بتقول له ميمو مستحيل يعملها، ده بيخاف يشوفني وانا بذبح الفرخه. بيقول لها والله يا جدتي ده اللي حصل، ونصيحه مني ليكي ما تستنيش اكتر من كده، وخدوا الطفله اللي معاكي دي وامشوا من هنا. وبيسيبها ويمشي. بيخرجوا محمد من جوه خلصان، وجدته بتقول له ميمو محمد عملوا فيك ايه يا ابني؟ هو بتشوفه هو بتقول له بابا استنى يا بابا ما تسيبنيش. بيسمع صوتها هو بيفكر يقوم ولكن العسكري بيقعدوا تاني، بيبعدوا بنته عن العربيه وبلا رحمه بياخدوه ويمشوا. هو فبتروح جري ورا العربيه، هو بيكون في منتهى الرعب عليه. جدتها بتروح لها تقول لها يلا بينا على البيت يا بنتي. بتقول لها اكيد في شهود يا جدته شافوا اللي حصل، بابا عمره ما يأذي اي حد. بتقول لها ما فيش يا بنتي. بتقول لها اكيد في الوقت ده العسكري اللي هرب بيخبي سلاحه ولبسه وبيفضل مستخبي في نفس المكان. في نفس الوقت القوة اللي واخدة ميمو بيوصلوا بيه فين؟ في اقوى واخطر سجن فيك يا تركيا. الشخص ده بيخش للمدير نيل، هو بيقول له المساجين الجداد وصلوا يا فندم. بيخرج بره، النقيب بيقول له في مسجون وسطهم متوصي عليه من القائد الاعلى بنفسه. بيقول له انت من كل مساجين يجوا هنا جداد عايز تنقي لك واحد فيهم تتسلى عليه؟ هو اي افترا وخلاص؟ بيقول له يا عم اعتبرني كذاب، خد شوف الجواب ده بنفسك. بيشوف الجواب بيلاقي فعلا فيه توصية من القائد الاعلى. بيقرا الاسم، هو بيقول فين محمد؟ بيقول له انا ميمو. النقيب بيروح له وبلا رحمه هي واحده بيلطعه في العربيه. بيكمل عليه ولكن المدير بيقول له بس كفايه ولا انت ناوي تقتله هنا؟ بيقول له ايه المشكله؟ ما هو ده اللي هيحصل. هو بيسيبه ويمشي. المدير بيروح له، هو بيقول له اي غلطه منك انا اللي هقتلك بايديا، قضي يومينك هنا لحد ما تاخد حكمه. بيقول له طيب انا هروح امتى؟ بيستغرب. هو بيقول خدوه على جوه. بياخدوه. بيقول له رئيس السجون الواد ده باين عليه اهطى، ما تعرفش المساجين اللي جوه جاي في ايه؟ بيقول له اكيد يا فندم، المساجين لو عرفوا هيقطعوه. في الوقت ده محمد بيخش يغير، وفي نفس الوقت اوفا بتروح على المكان اللي البنت وقعت منه. بتلاقي العسكري اللي هرب. بتقول له هو انت بتعمل ايه هنا؟ بيقول لها انا هربان. بتقول له بقالك قد ايه هربان وقاعد هنا؟ بيقول لها بقالي فتره. بتقول له شفت اللي حصل مع بابا؟ بيقول لها ابوكي لهبل. بتقول له ما تقولش عليه اهبل، انت شفت اللي حصل؟ بيقول لها ده لو سيدي العقلين اللي عمله ده يثبت انه اهبل، ايه اللي خليه ينزل ورا البنت الميه؟ ما كان سابها وماشي. بتقول له يعني بابا ما عملش حاجه صح؟ بيقول لها اكيد، ده نزل ورا البنت وكان عايز ينقذها. بتقول له طيب لو جبت لك جدتي هتقول لها الكلام ده؟ بيقول لها هاتي جدتك وسهله. بتقول له طيب ما تتحركش من هنا، وبتسيبه وتمشي. في الوقت ده المساجين كلهم بيخشوا زنزانه الا ميمو الظابط بيقول له استنى هنا واياك تتحرك من مكانك. بيروح وبيرجع وبيدخلوا على زنزانه 7. وما ادراك ما زنزانه 7 يا صديقي، مفيش فيها قوانين، واللي بيجي على غلط بيتعمل معاه غلط كبير. المهم بيخش وكبير الزنزانه اوزيل بيقول للظابط هو ده جايب ايه؟ بيقول له مش هينفع، المدير قال ما نعرفش المساجين. بيقول له انت هتستهبل وانا اي حد؟ بيقول له في ودانه، هو بيسيبه ويمشي. اوزيل عينه بتحمر، هو بيروح يقعد جنب الشيخ حافظ. بيقول له مالك؟ بيقول له الواد ده اضربه فين؟ ده عميان ضربه اصلا. بيقول له ليه هو عمل ايه؟ بيقول له قتل بنت صغيره. في الوقت
الوقت ده اوفا بتاخد جدتها على مكان العسكري الهربان وبتقول لها يلا يا جدته خلاص وصلنا اهو. بتخش جوه ولكن ما بتلاقيهوش موجود. بتقول لها كده يا اوفا بتضحكي عليا يا بنتي؟ بتقول لها والله يا جدته كان موجود هنا وقال لي شاف كل اللي حصل. العسكري ابن الهرمه بيكون هرب خايف لا ياخدوه يشهد في المحكمه. في الوقت ده المساجين في الزنزانه بيروحوا ناحيه ميمو وهوب بيغطوا وشه وبياخدوه على الحمام. بيقول لهم انا بخاف من الضلمه، شيلوا البتاعه دي من على وشي ولعوا النور، انا خايف قوي، انا عايز اروح لاوفا. اوزيل بيخش عليه ووراه رجالته كلهم بيعجبوا فيه. في الوقت ده جدته بتقول لها ماشي يا اوفا كده بتجرجريني؟ بتقول لها والله يا جدته انا شفته وكمان اتكلمت معاه. بتقول لها ده اكيد ده وهم، محدش هيعيش في مكان زي ده لوحده. بتقول لها لا يا جدته انا متاكده اني شفته، اكيد الشخص ده رايح يجيب حاجه وجاي، انا هفضل مستنياه هنا. بتقول لها خلاص تعالي نروح وهنرجع له تاني بكره. في الوقت ده الدكتور بيكشف على ميمو وبيقول للمدير حرام عليكم كده، الواد ده بقى له 3 ايام بيتضرب، كويس انه لسه عايش، لازم يفضل هنا لحد ما يخاف. اللي جنبه بيقول له المساجين عرفوا يا فندم جاي في ايه، فاكيد مش هيرحموه. في الوقت ده القائد الاعلى بيتصل بالنقيب فاروق وبيقول له انا بعت عندكم مجرم موصي عليه، الواد اللي اسمه محمد. بيقول له تعليماتك متنفذه بالحرف الواحد يا فندم، الواد ده في المستشفى وبين الحياه والموت. بيقول له يطلع بس وتكملوا عليه وعادي ترجعوه المستشفى تاني. بيقول له تحت امرك يا فندم. في الوقت ده واحد من الرجاله في السجن بيقول له وزير النقيب جاي وشكله كده شاير، بيقول له على نفسه. وفعلا النقيب بيخش عليهم وبيقول لهم ايه اللي هببتوه في الواد ده، عايزين تقتلوه؟ الضرب بعد كده يبقى بالراحه، عذاب من غير موت، اللي هيموتوا بحبل المشنقه احنا. وبيسيبهم ويمشي. وتعدي الساعات وتفوت الليالي واوفا باباها ما بيروحش من على بالها، وكل يوم بتروح تقعد في نفس المكان اللي كان فيه الشاهد الوحيد على براءة باباها. في نفس الوقت باباها بيخرج من المستشفى وبيرجع تاني على زنزانة 7. يوسف بمجرد ما بيشوفه بيسرح وبيفتكر اللي حصل معاها عند الشجرة دي. اوزيل بيقول له يا ده سليم كان نفسي تكون مسجون معانا هنا مش موظف، على الاقل يا اخي بات معانا. الشيخ حافظ بيقول له النبي يا سليم شوية شاي تقال. بيقول له حاضر يا شيخ. بيبص على توفيق وبيقول له اخبارك ايه يا ابني دلوقتي؟ بيقول له احسن عم الشيخ. بيقول له تعالى هنا بص يا ابني، فكرة انك تموت نفسك دي كلنا مسلمين وعارفين انها كفر. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة النساء ولا تقتلوا انفسكم، يعني اي حد يفكر في الانتحار لا محالة في النار. يوسف بيركز في كلامه اكتر من توفيق نفسه. وصاحبنا ده بيخش عليهم بميمو. اوزيل بيقول لهم للاسف مش هنعرف نضربه تاني لان لو نزلت عليه ايديا المرة الجاية هنهيه. ميمو بكل براءة وطيبة قلبي بيسلم عليه ولا بيعبره. بيقول لهم جهزوا له سرير. بيخرج بره وميمو بيخرج وراه. بمجرد ما بيشوف عشة الحمام دي بيروح جري عليها. بيخبط في اوزيل بيقول له ولا ما تجيش في وشي تاني وربنا هقتلك. بيقول له حبيبي. بيروح للحمام وبيمسك فرد منهم. الشيخ حافظ واوزيل بيبصوا عليه وبيستغربوا من تصرفاته اللي كلها براءة. بيقول لهم الحمامة دي بيضة يعني خلاص هتبقى انا كمان عندي بنت اسمها اوفا، بس انت قاعدة مع عيالك، انا بعيد عن بنتي اوفا وحشتني قوي، روحي لها وقولي لها باباكي بيسلم عليكي، يلا روحي. بيطيرها والكل بيفضل باص عليهم مستغرب بما فيهم المدير نيرو وكل المساجين. بيبدا يقرب من المساجين العاديين اللي معاه في الزنزانة وواحدة واحدة بتصرفاته البريئة بيحبوه، ولكن كل يوم بيفتح فتحة باب الزنزانة وبيقول اوفا انت وحشتني قوي يا بنتي، انا عايز اخرج اشوفك يا اوفا اخدك في حضني. في الوقت ده المس مين بتروح لاوفا هو بتقول لها تعالي هنروح لبابا جلسته النهارده، هناخد له محامي معانا وان شاء الله هيساعده. بتقول لها محدش هيعرف يساعده غير الشاهد اللي شاف كل حاجة، من غير شهود محدش هيصدقه. بتقول لها تعالي بس وهنشوف. وفعلا بياخدوا ميمو على المحكمة وجدته ومين بس بيكونوا حاضرين. القاضي بيقول محمد اوفا المتهم بقتل بنت القائد ايدن متعمد، وده حصل بشهادة ايدن وعيلته والعساكر اللي كانوا معاه. حكمت المحكمة حضوريا بعد ما محمد ميمو. جدته بتنصدم وايدن ومراته بيكونوا في منتهى السعادة، وميمو ولا فاهم اي حاجة غير انه مش هيقدر يشوف بنت اوفا. تاني يوم بيروحوا له زيارة. العسكري ده بيقول لهم عايزين مين؟ بتقول له محمد ميمو. بيقول لها النقيب مانع عنه الزيارات. بتقول له انا عايزه اي مسؤول هنا. بيقول لها بعد اذنك. ميمو بالذات مش هينفع حد يزوره. بتقول له هات لي المدير، هات لي ادخل راس هنا اسمع منها الكلام ده. المدير بيخرج هو بيقول لهم في ايه؟ بتقول له حضرتك احنا جايين زياره لميمو، بنته عايزه تشوفه. بيقول لها هو مخلف؟ بتقول له ايوه اوفا بنته اهي. فاطمه بتقول اوفا رحت فين يا اوفا؟ اوفا صديقي بتروح جري ناحيه جدار السجن. بتقول بابا انا عارفه انك هنا يا بابا، سامعني؟ انت وحشتني قوي يا بابا. ميمو بيخرج جري من جوه، هو ما بيكونش متاكد دي حقيقه ولا تهيؤات. نبضات قلبه بتزيد. اوفا بتقول له انا هنا يا بابا. بيقول لها اوفا. بيروح جري على الحيطه. بتقول له انا هنا يا بابا. انت فين؟ بيقول لها انا هنا وسامعك، تعالي من الباب بره. بتقول له مش راضيين يدخلونا. بيقول لها خلاص انا هخرج لك. وهوب العساكر بيجوا جري عليها من بره
والمساجين والعساكر بيتلموا عليه من جوه، بيقول لهم سيبوني دي بنتي، ابوس ايديكم وحشتني قوي. اوفا بالعافيه بيبعدوها، ومن بتاخدها وتمشي. ميمو بياخدوها على سريره، والاتنين بيكونوا في حاله لا يحسدوا عليها. تاني يوم الظابط ده بيجيب لهم جيتار وبيديه لعلي في زنزانه 7. اوزيل بيقول لهم بقول لكم ايه، الواد ده ما ينفعش يتعدم، وبعدين عقله عقل اطفال، ازاي يحكموا عليه بالاعدام اصلا؟ وبعدين فكره ان هو يقتل بنت صغيره دي مش مصدقها، زي ما انتوا شايفينه زيه زي اي طفل بيلعب ولا دريان بالمصيبه اللي هو فيها، وكل اللي في دماغه بعد الحكم عليه بالاعدام انه هيطلع من هنا ويروح لبنته. الشيخ حافظ بيقول له هو الموضوع صعب، بس يا اخي على الاقل يسيبوه يشوف بنته قبل ما يموت. على بالليل اوفا بتقول لجدتها هو ايه اللي بيحصل يا جدته لما بنموت؟ بتقول لها بنخش الجنه. بتقول لها وانت هتخش الجنه؟ بتقول لها ان شاء الله يا حبيبتي. بتقول لها ولما تخش الجنه مين هياخد باله مني؟ مين هيراعيني؟ بتنصدم وبتقول لها ما تخافيش ان شاء الله مش هسيبك لوحدك لحد اما تكبري يا اوفا. بتقول لها طب وبابا هيرجع امتى؟ بتقول لها لما ربنا يريد، علشان خاطري نامي بقى. بتنام وفاطمه بتكون في حاله لا تحسد عليها. في الوقت ده ميمو بيوزع الشاي على المعلمين على العشاء، واوزيل بيقول له اقعد يالا من النهارده هتاكل معانا. بيفرح قوي وبيقعد ياكل معاهم. على بالليل واحد من المساجين بيعزف على الجيتار، ويوسف بيكون قاعد الموضوع اللي في دماغه مش سايبه في حاله. الكل بينام، والشخص ده بيخرج سكينه من الجيتار اللي جالهم جديد، وبيروح على الحمام بيخش لمين؟ لأوزيل صديقي. بيقول له انت مين يالا؟ بيقول له لا انت تعرفني؟ قال انا اعرفها، بس انا دخلت هنا علشان اقتلها، واللي بعتني لك المعلم حسين. هو بيكون خلاص هيخش عليه، ولكن ميمو بيخش وبيمسك فيه. ابن هرمه بيخبطه في بطنه بالسكينه، واوزيل بيشيله من عليه، بيسحب السكينه من بطنه، وبيقول له انت كويس؟ بيقول له في دم في بطني. بيبص على ابن هرمه اللي على الارض، وبيكون خلاص هينهيه، ولكن ميمو بيقول له لا خلاص سيبه ما تقتلهوش. بيقول له اوعى ده كان هيقتلني ويقتلك. بيقول له خلاص حرام تقتله. باقي المساجين بيصحوا وبيروحوا يكسروا عظمه. الدكاتره بيعملوا اللازم مع ميمو وبيخيطوا له بطنه. بينام، واوزيل بيقول لهم الكلب اللي اسمه حسين عايز يخلص مني، ما كفاهوش سجني. بيقول له احمد ربنا ان ميمو صحي ولحقك في اللحظات الاخيره منه. بيقول له انا هسيبه، لازم ارد له الجميل، وهو نفسه يشوف بنته، انا بقى هدخلها له هنا. واحد منهم بيقول له بلاش تهور يا ريس، لو لعبنا اي لعبه مع اللي حاصل ده كله محدش هيسمي علينا. بيقول له اللي معاهم يعملوه، الواد ده انا ما شفتش اجدع منه، ولازم ارد له الجميل وهخليه يشوف بنته. وفعلا تاني يوم بيقابل واحد من رجالته، هو بيقول له ركز معايا في اللي هقوله لك، انا عايزك تدخل لي بنتي في الزنزانه اللي انا فيها. بيقول له انت من امتى ليك في السكه دي يا ريس؟ بيقول له يا غبي دي طفله هتشوف باباها، اديك العنوان وتروح تجيبها. وفعلا بيخرج وبيروح لها على البيت، فبتكون بره بيشاور لها. بتقول له انت مين؟ بيقول لها عايزه اشوفي باباكي ميمو. بتقول له هو فين؟ بيقول لها تعالي معانا. بتقول له ثانيه هكتب جواب لجدتي واجي. بتكتب الجواب، وفعلا بياخدوها على السجن. مرات اوزيل بتخش بيها، وبتقول لها شايفه الباب اللي هناك ده؟ خش فيه من غير ما حد ياخد باله، هيقابلك واحد روحي معاه. بتقول لها ماشي. بتروح تقعد مع اوزيل، وواحد من الشرطيين اللي تبع اوزيل بياخدها في العربيه دي وبيدخلها الزنزانه، بيسيبها ويمشي. والمساجين كلهم بيفرحوا بمجرد ما بيشوفوها. ميمو بيكون باصص في حته تانيه، بتقول له بابا. بيبص عليها، بيفتكرها تهيؤات مش اكتر، بيركز اكتر. بتروح جري في حضنه من فرحته بيلف بيها. بتقول له شفت يابا انا رحت للعسكري وقال لي على كل اللي شافه. بيقول لها وانا كنت مع الحمامه تحت وبعتها لك تسلم عليكي. الشيخ حافظ بيقول لها انت اسمك ايه يا قمر؟ بتقول له اوفا. التاني بيديها العروسه دي. ميمو بيقول لها دي هديه. بتاخدها وبتروح ليوسف وبتقول له ما تزعلش وما تفكرش كتير، مشكلتك بسيطه وان شاء الله هتتحل. لاول مره حد يحس بيه، وكأن الكلمتين دول شالوا كتير من عليه. بيمد لها ايديه، ولكن ميمو بياخدها ويمشي. في الوقت ده جدتها بتدور عليها، بتلاقيها سايبه لها رساله مكتوب فيها انا هروح لبابا وراجع لك تاني. بتنصدم وبتقول راحت فين؟ البنت فين؟ بتاخد بعضها وبتكون خلاص خارجه، ولكن للاسف بتكون دي اخر لحظات حياتها صديقي. بتطب على الارض وبتتوكل على الله تموت. في الوقت ده اوزيل بيكون خلص مع مراته وبيخش الميمو في الزنزانه، بيلاقيه مقضيها لعب مع اوفا. بيقول لها تعالي يا عسل انت تعبتني قوي يا بنت انت. بتستخبى ورا باباها وبتقول له هم كل اللي هنا وحشين يا بابا صح؟ اوزيل بيقول لها مين اللي قالك الكلام ده؟ ميمو بيقول لها لا دول كلهم اصحابي، ما تقوليش تاني كده بعد اذنك على اصحابي تاني. بتفضل تضحك، واوزيل بيقعد جنبهم بتحكي لهم قصه العسكري الشاهد الوحيد اللي شاف الحقيقه. واوزيل بيقول لحافظ بعد ما عاشرنا ميمو انا متاكد انه مستحيل يعمل حاجه زي دي، ومفيش حد هيخرجه منها غير الشاهد ده. برافو عليك يا اوفا. واحد من الرجاله بيقول لهم طيب كفايه كده. اوفا بتقول لهم لا انا مش همشي. اوزيل بيقول لها خلاص بابا هنا في المستشفى هيخف وهجيبهولك على البيت بنفسي. بتشاور على اللي عايز ينتحر، وبتقول له انت ليه هنا في المستشفى؟ ما انت شكلك كويس. بيقول لها لا انا تعبان تعب تاني، انا كنت بحب بنت وسابتني فكنت عايز انتحر وجيت هنا علشان اتعالج من حبها، مش كده يا جماعه؟ ميمو بيضحك وكلهم بيضحكوا عليه. في الوقت ده المدير
المدير بيكون في مكتبه وبيجي له تليفون بيعرف اللي حاصل في زنزانه 7. في الوقت ده اوفا بتروح على التاني وبتقول له انت ايه اللي تعبك؟ بيقول لها انا كنت باخد الفلوس من الناس فجيت هنا علشان اتعالج. بتقول له بس اكيد كنت محتاج فلوس صح؟ بيقول لها اكيد. بتخرج كل اللي في جيبها وبتديهوله. بتقول له خلي الفلوس دي معاك وتاخدش من حد حاجه تاني. بتروح لحافظ وبتقول له انت بقى ايه اللي تعبك؟ بيقول لها انا كان عندي مراتي وابني ماتوا بسببي، مش انا اللي موتهم، موتت اللي موتهم، ومن ساعتها وانا تعبان وجيت هنا علشان اتعالج. بتقول له لسه ما خفتش؟ بيقول لها علاجي هياخد حبه وقت حلوين هنا. اوزيل بيقول لها طيب يلا بينا بقى كفايه. بتقول له استنى انت بقى ايه اللي تعبك؟ بيقول لها اللي تعبني في ناس كتير ماتت بسببي. بتقول له يعني امي ماتت بسببك؟ بيقول لها لا مش للدرجه دي يعني، بس قتلت غيرها كتير وصاحبي غدر بيا علشان كده تعبت وجيت هنا اتعالج، يلا بقى نمشي. بتقول له بس هتجيب لي بابايا لما يخف صح؟ بيقول لها هجيبهولك. بتقول له وعد. بيقول لها يا ستي وعد يلا بقى. بتقول له استنى. بتروح ليوسف وبتقول له وانت بقى لاول مره بيحكي هو بيقول لها يوم جواز بنتي موتها بالغلط واتدفنت عند الشجره دي ومن ساعتها وانا حاسس بالذنب. ميمو بياخدها بالحضن وهوب المدير بيكبس عليهم بيخبوا اوفا والمدير بيخش عليهم بيروح على العجله دي ولكن ما بيلاقيش حد، بيدور وبيتعب ما بيلاقيش اي حاجه. ميمو بيضحك بيقول له بنتك فين يا ميمو؟ بيقول له مستخبيه تحت السرير. بيبص تحت السرير وفعلا بيلاقيها. بيقول لهم انتوا عارفين المصيبه اللي عملتوها دي ممكن توديني وتوديكوا فين؟ رد عليا يا اوزيل، رد انت يا شيخ حافظ. اوزيل بيقول له انت مصدق ان الواد ده قتل حد؟ بذمتك ده لو في عقل كان قال لك على مكان بنته ما تفوق يا اخي. بيقول له انا ماليش دعوه، المحكمه حكمت وخلصنا. بيقول له انت تقدر تغير الحكم لو اثبتت في القضيه ان عقله مش كامل. بيقول له حتى لو القضيه لابساه انت عارف البنت اللي ماتت دي بنت مين؟ بيقول له ان شاء الله تكون بنت الرئيس اللي حصل حادث وبنته بتقول ان في واحد شاف كل اللي حصل. ان دورت على الشاهد ده هتنقذ لهبل ده من حبل المشنقه. انقذه يا اخي خليه يربي بنته اللي ملهاش حد غيره. بيقول له انا مين هينقذني؟ بيقول له ربنا يا اخي انت راجل مؤمن وكويس ما تخسرش دنيتك واخرتك. بيقول له انا همشي ورا كلام عيله. بيقول له مين عالم؟ مش ممكن العيله دي هي اللي تنقذ باباها. بيسيبوه يمشي وبيبعت البنت على مكتبه. بيروح لها وبيقول لها انت عارفه مكان الشاهد اللي بتقولي عليه ده؟ بتقول له اكيد. بياخدها على البيت وبمجرد ما بتوصل بتلاقي المس مين. بتقول لها جدتي فين؟ بتقول لها خلاص جدتك راحت الجنه. نيل بينصدم وقفه بتقول لها يعني كانت بتكذب عليا؟ هي كانت قايله لي انها مش هتسيبني لحد ما اكبر، مين هيهتم بيا؟ انا هخاف اقعد لوحدي. المدير بيكون في منتهى الحزن ورجالته بيحضروا في المكان. بيقولوا له احنا فتشنا المنطقه كلها يا ريس مفيش حد بالمواصفات اللي قالت عليه. بيقول له استنى كده انا رايح بنفسي. وفعلا بيروح وبيفضل يدور بيلاقي سلاح العسكري فبيتاكد ان كلام اوفا صح. بيتاكد اكتر اما بيوصل المكتب وبيعرف ان في عسكري هارب. بيروح لفاروق وبيقول له انا متاكد زي ما انا شايفك ان في شاهد شاف كل اللي حصل. العسكري ده هرب في نفس اليوم اللي البنت ماتت فيه والمكان اللي كان قاعد فيه يشوف المكان اللي البنت ماتت عنده فاكيد شاف كل اللي حصل. الواد اللي اسمه محمد ده اهطل مستحيل يقتل. بيقول له انت اتجننت يا مدير، ولو اصلا في شاهد هيكون على الواد محمد يعني هيضره مش هيفيده. العساكر كلهم قالوا انه طلع بيها من الميه بعد ما قتلها. بيقولوا مش جايز البنت وقعت من فوق الجبل اتخبطت في طوبه وهو خرجها من الميه؟ الشاهد ده هيعرفنا اللي حصل. حتى يا اخي لو كان هو فعلا اللي قتلها يبقى اتاكدنا وعملنا اللي علينا. ابوس ايديه مفيش حد هيساعدني في الموضوع ده غيرك، اقف جنبي خلينا نجيب الشاهد ده. في الوقت ده حافظ بيكون مع يوسف وبيقول له يا اخي ربنا بيسامح وانت قتلتها وما كنتش فاهم اللي حصل، غلطه واللي حصل حصل، انت هتخرج من هنا بعد سنه ونص. بيقول له لا انا مش خارج، انا لا بقيت عارف اعيش هنا ولا بره. بيقول له ما تقولش كده يا اخي ده ربنا قال. بيقول له ونعم بالله ازاي هعيش من غير بنتي اللي قتلتها من غير ما افهم ايه اللي حاصل معاها. بيقول له يا اخي الدنيا غريبه، واحد مش متخيل انه هيموت ويسيب بنته وواحد نفسه يموت علشان يروح لبنته. وميمو بياكل رز مع الملايكه ولا دريان باي حاجه. تاني يوم بيدخلوا له اوفا تاني الزنزانه والمساجين كلهم بيكونوا حواليه وهم بيهزروا مع بعض هو بيكونوا في منتهى السعاده بيهم. المهم ميمو بيقول لها طب وجدتك عملت ايه؟ بتقول له جدتي راحت الجنه ما فاضلش غيرك انت معايا. كلهم بينصدموا وميمو بيروح على جنب بتروح وراه بيحضنها وبيفضل يعيط زيه زي الاطفال. في الوقت ده العسكري الهربان بيتمسك ولكن بياخدوه على المكان اللي فيه القائد الاعلى ايدن. ضابط من الضباط بيخرج له وبيقول له انت هربت يوم 23. بيقول له حصل يا فندم. بيقول له كنت موجود في منطقه كابي كاري الساعه 4 العصر في نفس اليوم اللي اتقتلت فيه بنت القائد الاعلى. بيقول له حصل يا فندم. بيقول له شفت اللي حصل لبنت القائد؟ بيقول له شفت يا فندم. بيقول له طيب احكي لي ايه اللي حصل. بيحكي له كل اللي حصل. في ثانيه بيتصل بالنقيب فاروق وبيقول له الحقيقه. النقيب بيروح للمدير نيل وبيقول له لقوا العسكري ميمو بريء ما قتلش البنت. في نفس الوقت واحد من رجاله القائد بيروح له وبيقول له لقوا العسكري يا فندم. وبيقول كل اللي حصل حادثه ميمو مالوش اي ذنب فيها، بالعكس ميمو اللي خرجها من الميه. القائد بيستغرب وبيروح جري للعسكري بيقول لهم انتم مكلبشينه ليه؟ ده بطل الشاهد الوحيد في حادث بنتي، فكوه وامشوا. بيفكوه وبيمشوا وبيقول له قول لي بقى شفت ايه يا ابني؟ بيقول له البنت طلعت على الصخور وميمو كان وراها تقريبا كان بيقول لها ارجعي ولكن البنت ما رجعتش ومره واحده اتزحلقت دماغها اتخبطت في صخره ونزلت في الميه وميمو نزل وراها خرجها من الميه وساعتها حضرتك شفته ابن الهرمه بيخرج سلاحه ومن قفاه بيخبطه بطلقه في دماغه.
الواد ما بيتحركش، وادي الدليل الوحيد على براءة ميمو، مات صديقي. المهم ابن الهرمة بيمشي، هو بيقول للعساكر كان عايز يهرب فقتلته، يلا بسرعة ادفنوه. في نفس الوقت المدير نيل والنقيب فاروق بيوصلوا، ولكن الضابط اللي تبعهم بيقابلهم وبيحكي لهم كل اللي حصل. وطبعا اللي حصل بيوصل السجن، وواحد من المساجين بيقول لهم طيب ليه قتل الشاهد الوحيد على براءة ميمو؟ ما هو اتاكد ان ميمو ما قتلش بنته. حافظ بيقول له ده مرض يا ابني بعيد عنا، عايز ياخد بطر بنته من اي حد. هوزل بيقول له لا هياخد حقه ولا باطل، على جثتي ميمو يموت. ولكن يا صديقي اللي حاصل ان مشنقه ميمو بتجهز بره، هو بتكون خلاص مستنياه. تاني يوم الصبح مين بتجيب له بنته علشان تشوفه اخر مره. اوفا بتقول لها انا هفضل اجي هنا كتير، انا عايزه بابا يخف ويرجع معايا على البيت. بتقول لها معلش وعد مني دي اخر مره هتيجي فيها هنا. ميمو بيحضر. اوفا بتقول له دي اخر مره هجيلك هنا. بيقول لها ماشي. انت خسيتي قوي، ما بتاكليش كويس ولا ايه؟ بتقول له لما نخرج هناكل سوا، اصل انا قاعده عند مس مين، هي اللي بتعمل لي اكل بس انا بتكسف وماليش نفس اكل من غيرها، وبرضه هفضل مستنياك علشان تيجي تاخدني من هناك ونقعد في بيتنا سوا. انا بفضل مستنياك كتير وانت ما بتجيش، انت هتجيني وتاخدني صح؟ بيبص على حبل المشنقه بره وبيقول لها ايوه انا هجيلك وهاخدك وهنروح نعيش في بيتنا. بتقول له امتى؟ انا مستنياك بقالي كتير. بيقول امتى يا حضره المدير؟ امتى هخرج وهاخد اوفا نعيش في بيتنا؟ بيقول له يعني يومين كده وهتخرج. اوفا بتقول له يعني هنام واصحى وانام واصحى وبعدها هنام في حضنك صح؟ بيقول لها ايوه انا هاجي واخد اوفا في حضني، ولحد ما اجي اوفا هتفضل مع الميس مين. بيفضل باصص فيها عايز يشبع منها. بتقول له انت بتبص لي كده ليه يا بابا؟ بيقول لها لاني بحب اوفا ومش قادر ابعد عنها. بتقول له خلاص يومين ومش هنسيب بعض تاني. بياخدها بالحضن. هو بيقول لها انا مش هسيبك. بتقول له انا هستناه. المدير بيقول لهم خلاص كده كفايه. بتقول له سيبه علشان خاطري. ميمو بيبص على حبل المشنقه. هو بيقول لهم انا مش عايز اموت. ايوه انا عرفت ان خلاص هتشنق، هيشنقوا ابوك يا اوفا. بتبص لمين؟ بتقول لها لا مش هيشنقوا باباكي، باباكي فاهم غلط. بتقول له ايوه يا بابا انت فاهم غلط. بياخدها في حضنه وكل اللي في المكان بيكونوا في منتهى الحزن. الظابط بياخد ميمو، ما بيقدرش يمشي وبيقع في الطرقه. هوفا بترجع على البيت وبتفضل مستنيه ميمو. على بالليل ميمو بيلبس البدله وهو بيسلم على المساجين واحد ورا التاني. عم حافظ بيكون في ظهره يا دوب بيفكر يرجع. بيقول له اطلع من هنا يا ابني. بيقول له انا رجعت علشان ابوس ايديك بس. بيقول له تسلم يا ابني. بيخش على اوزيل وبيسلم عليه من بعيد. اوزيل بياخده في حضنه من وجع قلبه. المدير بره بيكون مستنيه وفعلا بياخده معاه وبيخرجوه على حبل المشنقه. بيطلعوه على الكرسي وبيشدوه من تحت رجليه. الصبح المدير والنقيب بيروحوا الاوفا والمدير بيقف قدام اوفا وفي عينيه كلام كتير مش عارف هيبدا منين. بيخرج العلبه دي وهو بيكون في منتهى الحزن. بيديها العلبه وهو بيقول لها الشخص اللي باعت لك العلبه دي بيحبك قوي. عينها بتدمع وبيبدا يفتكر اللي حصل من يومين فاتوا. اوزيل والشيخ حافظ ويوسف بيكونوا في الحمام واوزيل بيقول له لا يا يوسف اللي بتقوله ده جنان، اكيد في حل تاني. حافظ بيقول له صح يا يوسف فكر بعقلك. بيقول له انا فكرت وبعد ما فكرت اول مره بنتي تجيني في الحلم، اول مره احس انها راضيه عني، ده قراري الاخير ومش هرجع فيه. الصبح سكرتير المدير بيقول له اوزيل عايزك بره يا فندم. بيقول له عايزني في ايه ده كمان؟ اوزيل بيقول له موضوع كبير قوي واللي بعتني يوسف. بيقول له على اللي عايزه يوسف والمدير بيروح لفاروق بيقول له برضه على اللي عايزه يوسف وفاروق بيفضل في منتهى الصدمه. المدير بيقول له اتكلم بقى انا مخي اتشل مش عارف افكر. بيقول له ما هو انت اللي بتقوله ده يشل مخ اي حد. بيقول له العمل. بيقول له هننفذ. وفعلا النقيب بينفذ. وفي اليوم اللي المفروض هيتشنق فيه ميمو يوسف بيلبس البدله وبيسلم على المساجين واحد ورا التاني. بيخرج العلبه دي من جيبه وهو بيقول للمدير بقد العلبه دي الاوفا. المدير بياخدها وفي نفس الوقت بيخرجوا ميمو وهم في الطرقه. بيرموا ميمو في الاوضه دي وبياخدوا مكانه يوسف. بيغموا عينيه. ايوه هو ده اللي حصل يا صديقي. يوسف ضحى بنفسه واتشنق بدل ميمو. وبالنسبه للقائد الاعلى المفروض كان يحضر الشنقه ولكن وهو وجاي رجاله اوزيل بيخشوا فيه بالعربيه بيعطلوه. واللي بيتكتب في ملف يوسف المسجون يوسف هرب. والمدير بيخرج امره بدفن جثه ميمو اللي هي جثه مين؟ جثه يوسف يا صديقي. المدير بيخلص ووفا بتبص قدامها بتلاقي مين؟ هو ميمو يا صديقي. بيروح لها جاري وبياخدها في حضنه بيشيلها وبيطلع بيها جري على البيت والاتنين بيكونوا في منتهى السعاده. على بالليل المدير والنقيب بيركبوهم المركبه دي والمدير بيقول لها لما تخرجوا من حدود تركيا ويقابلوكوا عساكر هتقولوا لهم ايه؟ بتقول له هنقول لهم جايين من تركيا. بيقول لها ايه اللي خلاكوا تسيبوا تركيا؟ بتقول له ابويا كان سياسي وفضلوا يعذبوا فيه وخلوه زي ما انتوا شايفين مجنون. بيقول لها عاش عليكي. بيسلموا عليهم وفعلا المركبه بتاخدهم وتمشي. وفا بتخلص تفكير وبترجع العلبه تاني مكانها وبتكون في منتهى السعاده لان بعد القرار الجديد هترجع تاني هي وميمو على تركيا. وهنا بينتهي الفيلم. اتمنى صديقي اكون كفيت ووفيت. حط لايك بقى لو نسيت وكومنت من قلبك يفرح قلبي يا ريت. وانزل في صندوق الوصف بص على القنوات الرسميه واحذر من الغش والتقليد وخش خد لفه في القناه صدقني وبكل تاكيد هتلاقي فيديوهات كتير هتعجبك. اشوفك الفيديو الجاي يا قمر. سلام.